اما نتوقع كل حاجه معناتها، لاني انا عندي ثقه في اللاعبين الوداد كونهم وقت اللي يكونوا في احسن حالاتهم، وخاصه عندما يسجلوا هدف الاول هدف الثاني قادرين يسجلوا العديد والعديد من الاهداف، وهذا اللي صار اليوم وكانوا في مستوى كبير. الشيء اليوم اللي كان qui m'a plu beaucoup, c'est la rapidité dans l'exécution. On n'a pas temporisé la balle, حتى بعد ما سجلنا أهداف. C'est ça qui est important. Le pressing y était, la pression sur l'adversaire y était, c'est ça qui nous a permis de concrétiser. C'est important d'être en demi-finale, on pense en demi-finale, je pense au championnat, on pense à tout et on gère match par match. حتى حاجة ما كتجي من الصدفة، فهذا الشيء كلشي جاي من واحد العمل كبير كنقوموا به كلاعبين في التدريب وطيله الاسبوع. فالحمد لله حضرنا بشكل جيد للمباراه، بدينا المباراه بشكل جيد، ضغطنا على الخصم كيف العاده. فالمباريات في الميدان ديالنا فكنقوموا بواحد الضغط عالي على الخصم، الشيء اللي خلى الخصم يرتبك، وسجلنا 3 اهداف في الشوط الاول اللي خلانا نسيروا المباراه بالطريقه اللي بغينا. النقطه السوداء في المباراه فهي الاصابه اللي تعرض لها الحارس ديال الفريق حوريه، فكنتمنوا ليه الشفاء العاجل، وكنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم انه يرجع للميادين في اسرع وقت ان شاء الله الرحمن الرحيم. فعندنا اسبوع حارق، فمن الان ما كنفكروش في سان داونز، فكنفكروا في مباريات اللي عندنا ديال البطوله، خصوصا ان كتعرف عندنا اسبوع جد قوي بمباراه حسنيه تقدير يوم الخميس والديربي يوم الاحد. فمن بعد غيكون عندنا الوقت ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نفكروا ونحضروا المباراه نصف النهائي على راحتنا ان شاء الله. الحمد لله انا تقريبا من جيت فريق الوداد كنظن وحنا كنحققوا الالقاب، ماشي غير انا اللي وصلت النص ديالي، لجميع اللاعبين اللي معايا. صراحه كتشوف اللاعبين اللي في العمر ديالهم 20 عام 21 عام وكيلعبوا في هذا المستوى وكيلعبوا الشامبيونز ليغ وكيمروا من الدور النصف. انا كنظن ماشي حاجه اللي سهله. كنشكر المدرب اللي كيعطي الفرصه للاعبين اللي مازال صغار ومازال باقي المسيره ديالهم طويله. انا كنظن لقب على فريق الوداد، عندنا جمهور اللي كبير، كاينين لاعبين اللي شباب اللي ان شاء الله الا قادرنا حنا فريق الوداد غيستمروا في المسيره ديالهم ان شاء الله. انا كنظن المقابله غتكون مختلفه، هذا نصف النهائي. فريق اللي انا كنظن الفريق اللي غيتاهل هو الفريق اللي غيتوج بعصبه الابطال. انا كنظن هذا نهائي قبل الموعد ديالو، حنا عازمين ان شاء الله باش ندوزوا النهائيه. اولا الحمد لله على الفوز هذا. كنظن بان كنا عارفين واش غتكون مباراه صعبه صراحه، ما توقعناش، ولكن كنا عازمين باش ندخلوا في اول دقائق ان شاء الله باش نحاولوا ما امكن نحسموا المقابله. داكشي اللي تاتى لنا بفضل الدراري وبفضل المجهودات ديال جميع المكونات. الحمد لله على النتيجه. كنظن دابا ان شاء الله خصنا نجتهدوا ثاني وخصنا نخدموا ان شاء الله، حيت مازال كتسنانا مقابلات صعبه، ونتمنى كلشي ان شاء الله يبقى حاط كيف كنقولوا الاجتهاد والخدمه ان شاء الله باش نحققوا المبتغى ديالنا ان شاء الله. غادي تواجهوا سان داونز اللي ربح الاهلي في ماتش المغرب 5-0. صراحه تكون مباراه صعبه، كيف قلتي فريق اللي تأهل على حساب النادي الاهلي. كنظن واش غتكون مباراه صعبه، كلشي واعي بالمسؤوليه اللي علينا. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون عارف يعني المسؤوليه وكلشي حاس، وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله ونحققوا المبتغى ديالنا ان شاء الله. بون اول حاجه انا كما قلت لك ماشي كنت كنتوقع، انا لو بلوز امبورطون بالنسبه لينا هو خصنا ندوزو باش نفرحوا الجمهور اللي تيشجعنا بكثافه، والحمد لله ربي ما خيبناش. ودابا دزنا لدومي فينال، دابا خصنا نركزوا بزاف على الماتشات ديال لا ليغا اللي عندنا في هذه السيمانه هذه. فوالا كما كتشوف، اولا كنبغي نشكر اللاعبين اللي هذا المجهود اللي قدموه في هذه المباراه اللي كان خاصنا نتيجه هي اللي خاصنا ننتصروا. الحمد لله حققنا الانتصار وفرحنا الجماهير اللي جات ساندتنا، وان شاء الله يكون خير في المباراه الجايه ان شاء الله. الفريق دو سان داونز عنيد اللي كنا كنقصيو 3 سنين هذه متابعه وقيله على ما اظن، وان شاء الله حنا نقراو هذه المباراه ان شاء الله وندوزوا للفينال، واللي ما نتوجوا باللقب ان شاء الله. البطوله اش غنقول لك، نقدر نقول لك حسمناها، والمباراه المهمه هي ضد الفريق حسنيش اكادير اللي خاصنا نفوزوا بها ان شاء الله، ونفوزوا بها باش نفرحوا الجماهير ديالنا ونتوجوا باللقب 20 ان شاء الله. Hier déjà en conférence de presse, je les avais avertis qu'ils risquaient de prendre une valise. En tout cas pour nous, on est fiers par rapport à la prestation des joueurs surtout. C'est vrai que on entame le match de la meilleure des manières en marquant d'entrée. Ensuite on met ce deuxième but 3-0 avant la mi-temps. Donc on était dans de très bonnes dispositions en tout cas pour gagner ce match. Et puis en deuxième mi-temps on les a attendus, on savait qu'ils allaient sortir. On a mis le 4e et le 5e but. Nous en tout cas la stratégie c'était ça, se qualifier avec la manière si possible, parce qu'on sait que on a en tout cas une semaine décisive par rapport surtout à ce bateau-là et on a envie d'en finir.